كل سنة وانتم طيبين وفرحانين وكل خير يا رب. كل ايامكم تكون فرح وخير وسعادة. طبعا زي ما انتم شايفين باين قوي ان انا صارفة ومكلفة، يعني شايفين الاضواء اللي على الشلال دي انا اللي اشتريتهم وعلقتهم. كمان الفانوس ده انتوا عارفينه كان معانا السنة اللي فاتت، والنهاردة برضو هيكون معانا وهيكون مصاحب لينا طوال فترة شهر رمضان. ومعلومة كده خليها بيني وبينكم ان شهر رمضان من اجمل الشهور اللي انا بحبها جدا، وحقيقي بستناها من السنة للسنة. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو يعتبر من اهم الموضوعات في شهر رمضان. هو الفكرة بتاعته ان احنا طبعا اثناء شهر رمضان بيبقى فيه عزومات، بيبقى فيه اكل كتير. حتى لو انت كنت محاول تظبط اكلك وماشي على نظام معين، بتيجي في الوقت ده وبتلخبط كتير جدا. طبعا انت لو كنت من الناس اللي تمام بتقدر تظبط شهية بتاعتك، بتقدر تتحكم في الوجبات بتاعتك، يبقى كده دي حاجة كويسة جدا. لكن في ناس كتير مش بتعرف تظبط الموضوع، وبتلاقي ان بعد ما خلص شهر رمضان بالرغم ان احنا بنصوم اليوم كله او يعني فترة الصبح كلها، لكن برضو بنلاقي انه بعد ما خلص الشهر ودخل العيد فاحنا زدنا في وزننا زيادة كبيرة جدا. في الحل ده بيبقى افضل حاجة ان احنا ننتظم على ادوية تخسيس نستخدمها اثناء شهر رمضان، بحيث انها تساعدنا. اول حاجة ان احنا ما نخزنش دهون زيادة جدا علينا. تاني حاجة حتى لو كان عندك مشكلة حرق بطيء، الدهون كتيرة في جسمك هي تساعدك على رفع معدل الحرق. النهارده هقول لكم ايه افضل الحاجات اللي ممكن نستخدمها مع بعض، وايه الجرعه بتاعتها كمان اثناء السحور واثناء الفطار، علشان تعرف بالظبط هتستخدم ايه وايه الكميه وهتستخدمهم كل كام ساعه. اول جزء في الحلقه وهو 2 من الادويه الاساسيه اللي هنستخدمهم طول شهر رمضان وكمان حتى العيد، ولو عايز تكمل بعدين مفيش اي مشكله. اول حاجه هنستخدمها وهو كروميوم ميباكو، يمكن من الحاجات اولا الممتازه جدا وسعرها كمان بسيط وحلو جدا وتقدر تستمر عليها. الكروميوم ده بيلعب دور مهم جدا في عمليه حرق الدهون في جسمك. بيكون فيه انزيم مستقبل الانسولين، الكروميوم بيعزز ويقوي من عمل الانزيم ده، وبالتالي لما بتيجي تاكل بدل ما الجلوكوز يبدا يتخزن في جسمك على شكل دهون، فهو يبدا على طول يدخله في الخلايا علشان يبدا يحصل انتاج الطاقه. كمان بيزود من مرور الاحماض الامينيه ويوجهها على طول على العضلات اللي موجوده في الجسم. ده غير حاجه مهمه جدا ان هو بيساعد على زياده تكوين العضلات والكتله العضليه في الجسم. وعلشان كده انت لو مثلا اصلا بتروح الجيم او انت بتلعبي رياضه ومحتاجه حاجه كده تديكي طاقه وتساعدك، فالكروميوم هيكون الاختيار الممتاز ليكي. بالنسبه لجرعه الكروميوم هتكون كبسوله بعد الفطار بساعتين وكبسوله قبل السحور بساعتين. النوع الثاني وهو الميباكو جرين تي او خلاصه الشاي الاخضر. مهما اقول لكم قد ايه المكمل ده انا بحبه وبعتبره من الحاجات الاساسيه واللي لازم تستخدمها لو انت فعلا بتدور على حاجه تساعدك في التخسيس. القرص الواحد منه بيعادل تقريبا 3 كوبايات من الشاي الاخضر. الاقراص دي بتساعد على حرق الدهون وكمان بتقلل الدهون، وخاصه في منطقه البطن او منطقه الكرش. ده غير انه من الفوائد الرائعه بتاعته ان هو بيسرع وبيرفع من معدل الحرق. ده غير ان هو كمان بيقلل من مستويات هرمون الجريلين. ده بيساعدك بقى على كبح الشهية وان هو يقلل الشهية، وكمان بيخفف احساسك بالجوع. طيب بالنسبة للجرعة بتاعته بتكون قرص قبل الفطار بربع ساعة وقرص قبل السحور بنص ساعة. الادوية الجاية بقى هي حاجة اختيارية تماما. انت لو حاسس انك محتاج تزود حاجة على الاثنين اللي انا قلتهم، او حاسس ان عندك مشكلة ما، وكمل معايا الفيديو علشان تعرف انا اقصد ايه، فممكن تستخدم حاجة من الحاجات الجاية. اول حاجة هكلمكم عنها اساسية جدا بالنسبة لي وتعتبر من افضل الادويه اللي انا هرشحها ان احنا نستخدمها في شهر رمضان، وهو الاورلي. ليه الاورلي من اهم الادويه واللي انت لو اخدتها يبقى كده انا بالنسبه لي خلاص الحلقه خلصت ومش عايزه منك اكتر من كده؟ لان اثناء اليوم مع اكل السحور
السحور مع اكل الفطار ومع الاكل اللي في النص بتدخل الجسم بتاعك كمية كبيرة جدا من الدهون. الاورلي بقى تقريبا بيخلي 30% من نسبة الدهون اللي داخله جسمك ما تدخلش، يعني حتى انت لو بالفعل اخدت كمية من الدهون هتلاقي ان التلت بتاعها هو بيمنع امتصاصها في الجسم وبتطلع على طول في عملية الاخراج. وبالنسبة للجرعة بتاعت الاورلي فهي من اسهل الجرعات لانك مش محتاج تركز فيها، هو عبارة عن الكبسولة بتستخدمها مع الاكل نفسه، يعني هتاخد كبسولة اثناء السحور والكبسولة التانية هتكون اثناء الفطار. الكبسولات التانية اللي انا برضو برشحها لكم وهو الكروماكس. طبعا الكروماكس من اشهر الكبسولات اللي بتستخدم في انقاص الوزن، بتستخدم حتى مع مرضى السمنة، مع السيدات اللي بتعاني من تكيسات المبايض، ليه فوائد رائعة جدا. الكروماكس بيحتوي على مستخلص الزهرة اللي هي اسمها الجارسينيا كامبوجيا. الجارسينيا كامبوجيا هي عبارة عن فاكهة استوائية، بس فيها حاجة كويسة انها بتحتوي على نسبة عالية جدا من حمض الهيدروكسي ستريك اسيد. المكون ده بيعمل حاجتين، اول حاجة تقليل الشهية، تاني حاجة ان هو بيمنع تراكم الدهون في الجسم، يعني برضو بيخلصني من الدهون الزيادة اللي ممكن تدخل الجسم بتاعي. عشان كده هي بتساعد على سد الشهية وتقليل الشعور بتاعك بالجوع، ده غير انها كمان بتحسن من نسبة السكر في الدم، ودي بتبقى حاجة ممتازة جدا لكل الناس وخاصة الناس اللي بتعاني من السكر او مقاومة الانسولين. اما بالنسبة للجرعة بتاعت الكروماكس بتكون كبسول قبل الفطار بربع ساعة وكبسول قبل السحور بنص ساعة. اما اخر اختيار معانا وهو الميباكو سليم. المميز في ميباكو سليم وسط ادويه تخسيس كتيره قوي ان هو سعره يعتبر حلو جدا وفي المتناول، وبالتالي لو انت عايزه تقدري تستمري على دواء تخسيس لفتره طويله مش هتدفعي فلوس كتير. ميباكو سليم ممتاز جدا للناس اللي عندها مقاومه الانسولين، السكر بتاعك عالي، ده غير انه من الحاجات الممتازه اللي بتساعدك في السيطره على الشهيه بتاعتك وانك تبدا تاكل اكل اقل من اللي كنت بتاكله. اما بالنسبه للجرعه بتاعت الميباكو سليم بتكون قرصين يوميا، قرص قبل الفطار بربع ساعة والقرص التاني قبل السحور بنص ساعة. وبكده يبقى ملخص الحلقة انك هتستمر على الاتنين دول وهيكونوا حاجات اساسية اللي هم الجرين تي والكروميوم. اما تاني حاجة انك هتستخدم حاجة واحدة بس من التلاتة دول، يا اما الكروماكس يا اما الميباكو سليم يا اما الاورلي. انا كل واحد قلت لك استخدامه ايه وانت عارف بقى حسب الاحتياج بتاعك تقدر تستخدم منهم المناسب ليك. نصيحة اخيرة كده قبل ما اقفل الفيديو، الحقيقة ما كنتش عايزة اقول لكم كده، بس مش معنى ان احنا هنستخدم الادوية دي ان احنا برضو هنفتح قوي في الاكل او هناكل على البحري. نحاول برضو نظبط الدنيا على قد ما نقدر. انا عارفة انه صعب وفاهمة جدا الموضوع ده، بس نحاول يعني لو في حاجة مش اساسيه نشيلها. يعني مثلا لو عندنا كذا صنف نشويات احنا ممكن مثلا نقلل شويه، لو عندنا كذا صنف حلويات برضو ممكن نقلل. يعني نحاول قدر الامكان الاعتدال في الاكل. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقه النهارده وقدرت اقدم لكم معلومات مفيده. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناه، واهم حاجه شاركوا الفيديو مع غيركم علشان اكبر عدد منه يستفاد. واشوفكم على كل خير الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.